يا صباح الخير على عيونكم. بصوا بقى، النهارده اليوم بدأ عند مامتي. بصراحه بقى لي يومين قاعده عند مامتي. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، مش معايا حامل ومش معايا اي حاجه خالص ان انا اصور. بس بصراحه برضو صممت ان انا اصور، ماشي، حتى لو بايد واحده. هصور حتى لو بايد واحده. بعمل هنا كوبايه نسكافيه، آه من غير اي مضرب ومن غير اي حاجه، كده بالايد. حاطط كده شويه ميه سخنين. بصوا ميه اهي سخنه. على يعني بق ميه كده على طبعا الشاي بقى والشاي ايه، سوري، النسكافيه والسكر، لحد بقى ما دوبتهم خالص. عجنتهم كده طبعا لحد ما اللون كده بقى، يعني انتوا فاهمين اللون افتحها خالص. وتنزل بقى باللبن السخن. بس كده. هو ده النسكافيه بتاعي. بصوا نسكافيه، يعني اقول لكم مش من الاخر. اضغطوا لايك على الفيديو النهارده، واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس طبعا، واعملوا تعليق حلو زيكم. بصوا بقى، يعني بما ان انا مش عارفه اصور، والله العظيم ما كنت عارفه اصور خالص. طبعا كان في مواعين في الحوض، وقلت بقى ان انا اغسلها كده، ابدا كده باليوم ان انا اغسلها. خلاص غسلتها. بصوا يعني بتتغسل في سرعه البرق. يا ريت والله العظيم المواعين تتغسل كده. المهم، يعني انا بوريكم قبل وبعد، عشان بقى طبعا مش معايا حامل، يعني حامل تصوير. انتوا فاهميني. انا النهارده ابني صمم ان هو ياكل مكرونه بشاميل. كان بيقول لي ماما ايه، انا عايز اكل مكرونه شاميل، مكرونه شاميل. ياسين ابني طبعا بيموت في حاجه اسمها كرونه شاميل. هو على طول في حياته كلها كرونه شاميل. المهم نزلت كده باللحمه المفرومه. بصراحه ماما اول ما قال كده، مامتي نزلت جابت الطلبات بتاعه الحاجه بتاعه المكرونه. اللحمه بقى المفرومه واللبن والمكرونه والكلام ده كله. قالت اعملي اللي هو عايزه. هنا حطيت معلقه سمنه او زبده، ونزلت كده باللحمه. ونزلت كمان بالبصل المقطع وفلفل اسمر، وهنا واحده قرفه صغيره كده، ورق لوري والملح. ولو عندك بقى بهارات لحمه حطي يعني، او سن جوز الطيب حطي. يعني انا ما كانش عندي مامتي بصراحه بهارات لحمه ولا سن جوز الطيب. حلوه قوي يعني. كان عندها شويه اللي هو الحاجات ديت حلوه جدا، يعني حاجات بسيطه بس بصراحه عايز اقول لكم الاكل عند ماما حاجه تانية. هنا كنت حاطه مكرونه، كنت حاطه ميه عشان المكرونه تتسلق. حطيت شويه ملح بس، ملح بس، ماشي. ونزلت كده طبعا هنا بالمكرونه الاقلام. آه هو المكرونه الاقلام ماشي. ونزلت كده يعني ايه، يعني كيلو الا. هسيبها بقى تتسلق كده واصفيها، بس انا عايزاها سوا 3/4 سوا بس. هنزل بقى هنا بالسمنه، بالثلاث او 4 معالق سمنه علشان البشاميل. انا مامتي هنا كانت جايبه لي كيس بشاميل جاهز، تمام. هنزل كده بالكيس البشاميل الجاهز. انا عايزه اقول لكم مقدار السمنه علشان تبقى يعني البشاميل كده يكون معاكم حلو. هنزل كده بالكيس البشاميل الجاهز ده. وهنزل كمان معلقتين دقيق فوقهم، يعني معلقتين دقيق فوقهم كده. آه انا قلبت الاول كده، وبعدين حطيت بقى معلقتين دقيق. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت معلقتي، على فكره انا حطيت معلقتي المعلقتين الدقيق بس. مش عارفه في المونتاج ايه اللي حصل. المهم، هنزل كده اول ما اشم ريحه الدقيق، هنزل كده باللبن. كانت عايزه اقول لكم يعني اللبن بينزل كده واحده واحده، ماشي، عشان ايه؟ وتقلبه باستمرار كده عشان ما يخرصش معاكم. ده اهم حاجه. اهو. طبعا خلاص نزلنا باللبن كله. بتحطي بقى، ممكن تحطي شوربه، ممكن تحطي كوبايه ميه، كوبايه شوربه او كوبايه ميه، ماشي، فوق المقدار ده. وبتحطي واحدة مرقة دجاج، وبتحطي ملح وفلفل، وممكن تحطي بقى جبنة مثلثات، او جبنة موزاريلا، جبنة رومي، براحتك اي نوع جبنة. بيبقى كريمي كده وحلو. بس بصراحة المتاح عند ماما عملته. بس برضو كان الطعم خيال، برضو كان الطعم تحفة. اهو زي ما انتوا شايفين خلاص. البشاميل اللي نقلته كمان على عين تانية. عبال عندي كده تحس ان هي ايه يعني، المكرونه خلاص كانت اتسلقت وشلت الميه بتاعتها وكده، وقمت ايه نقله بقى البشاميل على العين التانية بقى. هنا خلاص تقل معايا وزي الفل. هبتدي بقى اجيب بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها. اهو زي شايفين قوام البشاميل عامل ازاي. مش تقيل قوي قوي ولا خفيف قوي. هنزل كده على المكرونه. المكرونه كان 3/4 سلقه، ماشي، عشان هتكمل سواها في الفرن. هنزل كده كبشة من البشاميل كده في الصينية الأول. وهنزل كمان بنص مقدار المكرونة واللحمة المفرومة المتعصجة. خلاص الريحة عايزة اقول لكم كانت تحفة.
ابني كل شويه يجي يقول لي انا عايز حته، اقول له لسه ما استويتش يا ابني، حرام عليك لسه ما استويتش. هو مش في دماغه يعني ايه لسه ما استويتش، هو لسه صغير اصلا، في دماغه خلاص يعني هو شم ريحه اكل فهو خلاص الاكل اتعمل. خلاص كده هبتدي بقى ان انا هنزل بقى بنص المكرونه الباقي. سبحان الله كل حاجه كانت على قد بالظبط، على قد الصينيه، مع ان انا ما اعرفش مقدار الصينيه دي ايه اصلا، ما اعرفش بصراحه، بس سبحان الله يعني كل حاجه عملتها كانت بالمقدار بالظبط. تمام، احط بقى المكرونه الباقيه، واحط فوقها بقى البشاميل كله. البشاميل لازم أن يكون كتير 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 على الوش بقى، كتري على قد ما تقدري في البشاميل اللي على الوش. طبعا ماما ما عندهاش جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر، جبنه رومي، الكلام ده. هنعمل ايه؟ جبت بضايه بلدي كده من عندها، وجبت سنه فلفل اسمر، سنه ملح، بقى نربها كده بالشوكه كويس جدا جدا جدا، ماشي. وابتدي اجيب بقى هنا اسمها ايه، الفرشه، فرشه السيليكون، وعلى الوش بقى، وتمسحي كده على الوش. عايزه اقولك بتدي وش حلو قوي قوي، وفي نفس الوقت بيكون طعمها تحفه. جربوها والله العظيم تحفه، في ظل الايام اللي احنا فيها ديت وكل حاجه غليت بصراحه. يعني عايزه اقول لكم الجبنه اللي انا كنت بجيبها ب60 جنيه دلوقتي، طب ليه؟ مش عارفه. فلا يعني نقتصد كده في الحاجة اللي احنا نعملها. يعني مكرونة البشاميل مش لازم تكون متكلفة فوق ال 300 جنيه علشان تبقى مكرونة بشاميل، ممكن نعملها بطريقة حلوة برضو، بس برضو توفير شوية. طبعا هنا حطيت هنا صينية المكرونة بشاميل في الفرن، انا بس يعني كل حاجة مستوية تمام، بس انا عايزة يعني ايه احطها كده ايه نص ساعة بس في الفرن. هبتدي بقى اغسل بقى المواعين اللي في الحوض ديت وايه، واظبطها كده كل حاجه تبقى تمام عبال ما تخرج المكرونه. طبعا خرجت تحفه زي ما انتم شايفين كده، الشكل بيتكلم على نفسه. طبعا انا مامتي عندها الفرن البلدي، عارفين الفرن اللي هو مش الفرن بتاع البوتاجاز او الفرن العادي، لا الفرن اللي هو اللي بانبوبه ده، مش عارفه اسمه ايه، فرن الصاج ولا فرن ايه، انا ما بعرفش اتعامل معاه بصراحه. تمام، فانا كانت مامتي اصلا كانت تعبانه، والله العظيم كانت تعبانه اصلا، فانا مش عارفه اتعامل مع الفرن ده خالص، انا بيني وبين الفرن ده طور بصراحه، فهي اللي بتعرف تتعامل معاه. فقعدتها جنبه كده لان هو فرن كده غريب، في عين عاليه وعين واطيه ومش فاهمه حاجه. فقعدتها كده بصراحه، وهي اللي سوت لي هنا المكرونه. بس كانت تحفه والله العظيم، المكرونه كانت تحفه. قطعتها كده، طب هي سخنه، هي كانت بصوا سخنه خالص. احلى حاجه احلى حاجه في يعني في المكرونه بشاميل انت تاكل هي سخنه، بصراحه بتبقى فظيعه فظيعه بجد، وهي سخنه بتبقى حاجه تانية. يعني اللي بيستنى وهي بتبرد ديت بصراحه مش عارفه ايه، بس انا بصراحه بحبها وهي كده يعني خلاص سخنه خالص. زي ما انتم شايفين تحفه 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 تحفه. ابني دلوقتي هيظهر لكم ويقول لكم حطوا لايك على الفيديو ده. اسمعوا كلامه بقى وحطوا لايك. عايزه اخد حته. حاضر ماشي، انت تدوق وتقول لي حلوه ولا وحشه، ماشي ماشي. يلا عشان تقول حطوا لايك يا جماعه، يلا حطوا لايك يا جماعه. طب بصي بصي للناس، بصي للكاميرا اهو، يلا قول قول. حطوا لايك اقفل، يا ناس. حطي لايك يا ناس. اه طب دوق كده وقول لي، استنى انا برد لك، لا برد عشان تدوق. لا. خلاص خد طبقك وروح انت. طب بقى ايه؟ استنى خد طبقك اهون وروح كل. لا